السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي في الله، اليوم طبعا هاي الحلقة أوضح بها تواجدي بالمكتب. طبعا تدرون الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام انتهت بالسلامة إن شاء الله، آمنين ومباركين ومأجورين. فهو اليوم فتحنا للناس، تدرون أنتم تتعب بالمشي ومأجورين إن شاء الله، عظم الله أجورنا وأجوركم. فأعطينا استراحة للناس واليوم فتحنا، ويرجع الجدول يومي إن شاء الله من ساعة بالوحدة لل5 العصر يوميا، بس ذيك الأيام اللي راحت على مدة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تمام إخواني، حاليا أني بالمكتب، اللي يحب يراجعنا عنده شغل يمنا ما ماخذه ما مستلمه يجي ياخذه. تمام، اللي يتصل علينا ولقاه مغلق يقدر يجي يستفسر من عندنا بالمكتب. تمام اخواني، من ساعة بالوحدة لل5. الله يحفظكم. اي استفسارات اي شغلات ان شاء الله موجودين. طبعا تنويه الاخوة الطلاب الروحانيين اللي يدرسون عندي، عندنا جروب احنا خاص. تمام، لا تحجون مناماتكم بيناتكم، لان ننزل على جروب وما يفيد الحكي، لا تحجون اسراركم واحد لله، والسر ينحكي بعد يروح منه وبالتالي تطلعون شيخكم موزي ما فايدكم. اخذوا النصائح وامشوا عليها. اي منام اي رؤيه لا تقصص رؤياك لاخوتك فيكيدون لك كيدا. ما بينا واحد نبي، احنا كنا بشر، واحد بينا يغار، واحد بينا يحسد. احنا ما نزكي انفسنا، احنا مو انبياء ولا معصومين. فالقرآن يقول لا تقصص رؤياك لاخوتك فيكيدون لك كيدا. تمام، لا تحجون مناماتكم، لا تحجون رؤياكم ابد. تمام، نهائيا الرؤيا عند الطالب الروحاني تحت اشراف الشيخ هي رسالة، وانما تكون ممكن مشاهدة بس على قد حالك، لانه التلميذ اجتك بالرؤية تتطور تقوم تجيك في حقيقة، فاسرارك لا تقوم تحكيها. وبخصوص الشيء الثاني يا اخواني، الناس اللي تكشف حساباتي مفتوحة، ارقامي كلها مفتوحة، تليفوناتي مفتوحات. تمام، المكتب مفتوح ان شاء الله من 1 ل5. فهو اي شيء تريدون من عندي حاضر. طبعا الناس اللي عندها شغل وياي، تمام، الناس اللي شغلها بعد ما كامل، يعني خلي تراجعني. تمام، خلي تتابع شغلها، مو شاف التليفون يومين مغلق يعني قاعد خليني اعوف السيد على راحته. انا انسى شغل هوايه عندي مع الناس. تمام، فلازم متابعه شغلكم، لا تعتمدون عليه بالذاكره، ذاكرتي الا على الفايلات واسامي. فراجعني ذكرني، مو تغيب عني شهر وبالتالي تجي عليه تقول لي صار لي شهر انا يمك وما استفاديت وانا اصلا ناسيك. راجعني، تابعني. خاف دقت علي قلت لك انا مره مرتين ثلاثه مغلق ايام زياره شغلات. هسه راجعني وذكرني اذا ما مكمل شغلك حتى اكمله. انا ما احب يبقى علي متعلقات بالشغل. تمام، ما اريد تحسب علي ايام وحسبالك انا اشتغل لك وشغلي ما ناجح. هاي خليها براسك. تمام، لا تقول انه سيد يشتغل لي وما ناجح شغلي صار له شهر، انا ناسيك اصلا. انت بنص ساعه شغلتك تفضح احتمال، بس ذكرني. تمام، ذكرني. الله يحفظكم، انا خادمكم ان شاء الله. الناس اللي الاخوه والاصدقاء اللي يحبون يسالون عن الروحانيات، هاي مكان المحل مكان عمل. المحل مالتي عياده طبيه كانه. تمام، فما عندي مجال اقعد اشرح واسولف وقصص، ركزوا عليه. طبعا هذا حكي ما موجه لواحد، مكاني مكان عمل. تحبون تسوون جلسه روحانيه تتثقفون بها، انجمعوا وخابروني، يقولوا لي يا يوم سيد فارغ، مثلا اقول لكم الجمعه بالساعه، اقول لكم بعد الصلاه تنجمعون كلكم محافظات، تلتمون، افتح المكتب على مودكم. تمام، نسوي لنا غدا زين. تمام، ونفاضات يمكم تحبون تدخلون جقاير. تمام، واقعد اعطيكم محاضرات واسئله واجوبه وش تريدون حاضر. هاي الطلابي. تمام، بس مو تجون باثناء عملي ناس يعني منتظره برا او انتم تنتظرون. فاني هذا المكان مكان عمل، ركزوا على هذا الكلام، مكان عمل.
استفسارات روحانيه، محاضرات روحانيه، محاضرات الهيه، ما عندي مشكله بها. تمام. الجمعه دائما اكون متفرغ. التموا تجمعوا على جمعه من الجمعات، شوفوا حددوها انتم. هاي الطلابي. والشيء الثاني، زين، الشيء الثاني عندك الشيء الثاني شنو مثلا اخواني؟ مثلا محبين الناس، عندي ناس تحبني، تحب تسمع محاضراتي، طبعا مو طلابي، هم ايضا يختارون جمعه وينجمعون 10 20 واحد، مكان يكفي 100 واحد، تمام، اكثر. فهو ينجمعون المحبين اللي يحبوني، اللي يحبون ارشاداتي، يجون المكتب ايضا الجمعه، نحدد لهم جمعه، وهم ايضا بعد الصلاه، تمام، يلتمون يم الامام موسى بن جعفر، يزورون، تمام، يصلون لهم صلواتهم، تمام، ويجوني. هم نسوي لهم غدوه زينه، وهم نقيم واجهه، تمام، ونقعد، هم نخلي لهم نفاضات اللي يشربون سجاير، تمام، ويسألوني حب قلبه ما اشتهى. اللي ما تلقيه بالجوجل وبأمهات الكتب تلقيه عندي. شنو السبب؟ رب العالمين يخلق الواحد 6 أصابع 7 أصابع، خلينا نقول. اكو بالعقل فشي الله يوحي له، يعني مو بدا يعني، تمام. واكو شغلات بالمشاهدات والمكاشفات نترقى بيهن، نتعلم بيهن. ماكو، الله يقول سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فهذا العلم مو عيب واحد يتطور به. انا ما زلت ادرس، والله العظيم ما زلت ادرس، رغم الناس تقول لي انت وصلت للكشف والامور ثانيه، ايش عندك تدرس؟ لا باليوم ادرس انا اقل شي ساعه، تمام اخواني. طبعا يتصلون بي، محلي مفتوح قايل لكم اني. فهو قلت لكم طلابي لهم جمعه ومحبين يتجمعون جمعه، بس مو يجيني واحد يشتاق قلبي. المحاضره تتعب ترى، لانه من ينطرح سؤال تجاوبه ما راح يفتهمه، راح تضرب له مثل ببطن مثل الى ان توصل المعلومه بصوره صحيحه، تمام اخواني. منور استاذ مؤمل المختار، منورين استاذ قاسم، منورين. الله يحفظكم. تلتمون المحافظات تلتم ويا اهل بغداد، تحددون جمعه، تحضرون اوراقكم. طبعا بالمناسبه اللي يجيني يكتب اسئلته بورقه، لانه الانسان من يجي يمي يفرمت، ينسى كل الاسئله. هو سبحان الله القرين ما يتحمل يعني الكثافه الروحانيه الموجوده، فهو يصير تشتت فكري، تمام. فكتبوهن يعني اكو ناس تجيني بشغله معينه، تقعد يمي تنساها لشغله معينه، تفتح لي شغله جديده. هي هسه صارت اصطنعت، هسه جت بباله وفتحها وياي، ومن يرجع البيت يقول والله قاعد تمك نسيت كل شيء. زين، الله يحفظكم. انا فاتح مكتبي بالايام العاديه للزبائن، للناس المرضى، تمام. الاصدقاء يلتقون وياي خارج المكتب، تمام. الناس اللي عندي مثلا دروس الهم يختارون لهم جمعه، انا عندي جروب لهم للطلاب، بس الناس اللي عندها ارتباط بي كعمل روحاني، يعني كدروس، ويحبون وجها لوجه يستفادون بعض الاشياء، ما عندنا مشكله، يحددون جمعه ويلتقون يتجمعون ويكتبون اسئلتهم بورقه وقلم، تمام، حتى لا ينسوها او يكتبوها بالموبايل. محبين ناس اكيد تحبنا، اكو ناس تحبنا وتحب ارشاداتنا وما مسجله، ما عندها امكانيه انه تسجل دوره عندنا وتتعلم، بس عندها اسئله تكميليه لهم، يحسون نفسهم انه هاي الاسئله لو عرفوها يكمل علمهم. تقدر تجون تنجمعون 10 15. ترى انا احب اضيفكم، واحب الاصدقاء، واحب الاخوه، تمام، وانسان اجتماعي، يعني لا تحسون انه انا نحس او راح اتعب منكم، بالعكس ضيافتكم على راسي، ومو الدنيا كلها فلوس، صدقوني. زين، احب ضيافتكم واخليكم على راسي، ومكتبكم هذا اي واحد عنده اسئله بس التموا، مو يجيني شخص واحد ما يصير. يجون مجموعه يقعدون يسالون، جمعه لهم، تمام، وجمعه طلابي. انا هاي فتحت الباب لكم، لان ما جاي الحق واستحي اطلع مرات اتاخر، يعني انا اتخيل من ساعه بالوحده ل5 اطلع ب8، وانا عندي مواعيد ب6 وب6 ونص، ب7 ب7 ونص، تمام. فهو ليش الاصدقاء اللي يجون هنا يسالوني
وانا متواعد، فاستحي اقول له متواعد اريد اطلع عندي شغل ما اقدر، فراح يروح الموعد ذاك يقول ضربتني بوري زين، وهنا أنا ملتهي منه استحي. فهو هذا البث والنعم منكم، والنعم علي، والنعم علي. شكرا، انت المجرب حبيبي، شكرا انت الذهب. اي فهو انا اخوكم ان شاء الله الصغير وخادمكم، وشغلنا ان شاء الله اللي بيه خير الله يسويه ان شاء الله، والما بيه خير وبيه شر الناس الله يسلبه من عندنا ان شاء الله ياخذه. اذا بينا اذيه الله ياخذ الاذيه من عندنا، اذا كان عندنا جن يأذي الناس الله ياخذه، اذا كان عندنا شيطان ما يدري بيه الله يهم ان شاء الله ياخذه. يعني اي شيء مؤذي بينا ان شاء الله الله ياخذه من عندنا، ما نريده. خاف ما نعلم، احنا نعلم بيه نظفناه وخرناه كشيناه قلنا له كش زين، ما نريدك كش. اللي ما ندري بيه اللهم ياخذه ان شاء الله. تمام ان شاء الله. اي شغله نكتبها مو زينه وبيها مشاكل اللهم ان شاء الله ما تنجح. دائما ادعي اقول اللهم اخاف يحرجوني الناس واكتب شيء اللهم لا تنجحه. اي شيء بيأذيه على الناس، اي شيء مهما كان، لو كان شخصي الي تمام ما ينجح ان شاء الله. اي شيء يأذي الناس او بإزعاج الناس او يقلق راحه الناس او يعكر مزاج الناس او يسلب الناس ارادتهم ويأذيهم، دائما ادعي هذا الدعاء انا. تمام. اللهم نجح كل عمل خير ان شاء الله، كل عمل بيه ألفة ما يضر الناس، يكون ما بيه اذيه، مو على حساب الاخرين. انا هذا دائما زين، دائما ادعي هيك ادعيه بالصلاه بعد الصلاه، وبعدين اقول اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اني بخدمتكم. تمام اني بخدمتكم، انطي محاضرات في الالهيات، محاضرات عجيبه بس العقول ما تتحمل، اخاف عليها يعني مرات سعدي خربطه، وبعدين يجون اهل الله يرتبوني. تمام فهاي مشكله يعني صراحه، كلش مشكله كبيره. فاخاف اعطي المحاضرات، انه المحاضرات الالهيه شويه تكون تخوف. ليش؟ العقل ما يستوعب عالم النور. اذا اشرح على عالم النور واصعدك الاماكن بعالم النور، بعد مشكله ناس وايد انضربت تعقدت، تركت الدنيا، تركوا زوجاتهم، تركوا بيوتهم، هجوا راحوا انتهوا. ليش؟ اطلعوا على عالم النور بضع ثواني او دقائق، من رجعوا الى عالم هذا الدنيا مالتنا طبيعي، بعد ما حبوها للدنيا كرهوها، رادوا يعيشون بعالم النور، فدماغهم بعد ما تحمل. فأنا ما قدرت يعني اشرح المحاضرات الالهيه كلها بعالم النور، اخاف هيك يكون الكلام، اخاف الناس هيك تتاثر. هيثم سالم حياك والله مشتاق لك واسال عليك دائما ترى، يشهد الله. اجاني ابو عزرائيل وسلمت عليك، دزيت لك سلام يشهد الله. زين مهند ابو عزرائيل جاء ان شاء الله. هي اسامي عزرائيل وجبرائيل ما اعرف، هاي الاسامي يعني يسمون بيها. زين يا اخواني، فالمحاضرات الالهيه اذا كان فكرك يعني واسع ويتحمل، انطيك بعض المحاضرات الالهيه تخليك ترتقي 5 سنوات او 10 سنوات الى الامام بالروحانيات، لان الالهيات هي تطور الروحانيات مرتبه اقل من الالهيات. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل كونوا ربانيون. زين الانسان الرباني اعلى من الانسان الروحاني. الرباني اللي هو مرحله بدايتها العرفان. يعني انا عندي كلام ما يتقبلوه، يزعلون من يمي صراحه الاخوه. شنو ما يتقبله من يمي؟ انا شو اقول العرفان، المعرفه الالهيه هي اول درس
في الربانيات. المعرفة الإلهية أول درس بالربانيات. يعني أنتم تكتبون عليه العارف بالله فلان الفلاني، أنتم هذا عندكم لازم بالروضة، لأنه اليوم يلا يعرف ربه. أما الإسلام الرباني، الإنسان الرباني أول درس هو عنده معرفة الله حتى يقيم الواجبات على معرفة الله. إحنا شنو عندنا؟ يسموه الشيخ أو فلان الفلان العارف بالله، يعني منزلة كبيرة. هو أول ابتدائي لازم يكون عارف بالله. إحنا عندنا في مدرستي أني العارف بالله أول ابتدائي روضة، ممكن إنه تو عرف الله. من عرف الله يلا أقامت الأمور كلها انبنت على معرفة الله. زي ما بعد العرفان، أنت العرفان أول ابتدائي، معرفة الله أول درس في الدين، أن تعرف ربك وتعرف نفسك، ثم تبني الأمور الأخرى عليها، وخصوصا في المشاهدات والمكاشفات. هاي درجات المقامات، هاي درجات تجي بالتقوى، تجي يعني بالزكاة. الله يزكي أنفسنا. هاي ما تقدر تحكم علي أنت من مظهري وشكلي وأني أحكم عليك على شكلك وتصرفاتك، لا لا لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. مو أنا أقول، الله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، مو أنا. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى هو بكيفه، مالك الملك هو يعطي الملك، يكرم، بل عباد المكرمون. لا تقول لي هذا منو وأنت منو وأنا منو. تدرس عندي تصير أحسن مني، تدرس عندي تصير أحسن مني، نيتك أنظف من نيتي، الله ينطيك أكثر مني. فإذا هذا الموضوع مو بس دراسة، يعني أكو أمور ثانية. والله إحنا دائما ندعي لكم، دائما ندعي لكم. زين إخواني، وأنا ما أطيع عليكم، حبيت بس أبلغكم هاي الرسالات البسيطة والمختصرة. أتمنى من الله أن تدعوا إلي بالخير والبركة كما أدعو لكم، وأن تزورون نيابة عني كما أزور نيابة عنكم، وأن تذكروني في دعواتكم كما أذكركم في ليلي في الدعوات وفي نهاري في الزيارات. ودائما نقول اللهم عجل وليك الفرج، اللهم كل وليك الحجة بن حسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل وليك الفرج، لا سيما منهم المسحورين والمحسودين والمعيونين والمنظورين والمديونين وأصحاب الحاجة والمرضى بالشفاء، بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادعوا لنا كما ندعو لكم اخواننا الاعزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي الحلاق الميساني شنو؟ ما اعرف شو مكتوب، ما اقرا. فيوضات بخير يا محمد العبيدي، بخير يا حبيبي، بخير بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. العزة لله جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله من صلى علي واحدة فصليت عليه 10. بخيل ما يصلي على محمد وآل محمد. حياكم الله اخواني، حياكم. منو يقول سويت جروب ودزيت له فيديو وفلشه؟ شنو فيديو شنو فلش الجروب؟ يعني ما يصير واحد يسوي جروب غير انا لازم اسوي جروب. بلغوني اليه، بلغوني، كتبوا بلغوني اليه، يقول لي سيد سوي لنا جروب او ضيفوني بجروب، ما يخالف، مو افلشه اني. الناس اللي بالجروب، خلي اعطيكم فد معلومه اخواني. انا عندي مدرسه خاصه بي، مالي شغله بمدرسه السيد علي القاضي، على راسي، خادم نعالهم اني، بس اسمعوني. اكو مدارس، المدرسه مبنيه على شنو؟ مبنيه على سلوك، تمام؟
كل المحمد وآل محمد ما عندنا مشكلة. أنا اللي عندي مالي شغلة باللي عندك. أنا بدي أضرب لك مثال، مدرسة السيد علي القاضي، مدرسة السيد فلان، مدرسة السيد فلان، هاي كلها أنا خادم لتراب لعائلاتهم، مالي شغلة بيهم. بس من تقول لي أدرس أقرأ كتاب فلاني لا تجي يمي. تدري شنو السبب؟ حقول لك شنو السبب. أنا هذا الخط شلون أوصف لك إياه؟ يعني هذا الخط يفرق عن هذا الخط. شوف هذا خط وهذا خط، تمام؟ هذا الخط الناس درسوا على ايده مئات عشرات الطلاب، ولا واحد منهم صعد على البث ولقيت عنده كشف. شنو السبب؟ حيقول لي انا مو زين، مو الكتاب، تمام؟ حلو. انا درس عندي شيخ رشاد الكناني للمثال. شيخ رشاد الكناني هسه من درس عندي 5 سنوات، ما درس عندي دراسه ورقه وقلم، لزم مكتبي، تتذكرون لزم مكتبي، فتح المكتب، تمام؟ قام يجاوب على الناس، تمام؟ المخالطه مالتي، تمام؟ خلته هسه يستعد يفتح مكتب ويشتغل بيه للناس وناجح. هاي بدون تدريس، بس مخالطه يوميه صباح الخير، يوميه مساء الخير، تمام؟ زين انت صار لك 15 سنه تدرس بمدرسه فلان او فلان، اليوم من اباعك ما تقدر تعرف تشك من البوك. وين انت اذا؟ من انت؟ انت وين؟ فلا احد يجيني بعد مشنقل اماكن غير اماكن، يجيني كما رب خلقه جديد، يترك كل شيء وراه، لا يحكي لي قال فلان وقال علان. اقول احتفظ به لنفسك، خلي في دينك، لا تجيني. انت تجيني مصلخ بين قوسين، كل شيء ما عندك، صفر. ليش؟ لانه القواعد اللي تدرس بيها اما انت فاهمها غلط اما هي محرفه، لان الحقيقه ما تقبل. زين؟ الحقيقه ما تقبل غلط. 1 زائد 1 يطلع ناتج لازم، اثبت 2. تسوي 1 زائد 1 يطلع 3، لا تقول لي غلط. هاي مشكلتك انت. اما الكتاب اللي بين ايدك محرف، تمام؟ واما انت مفتهمه غلط. فانت بنتي تجيني تدرس عندي لا تقول لي قال فلان وعلان وقريت ورويت وكتبت، هذا الشيء ما يشتغل عندي. انا ممكن اخليك تقول يا الله 7 مرات يصير لك شيء. ما لك شغله انت بالكتب والروايات تروي لي اياها وعن فلان وعن فلان، كلها على راسي وانا خادمهم. بس الي من تجيني انا الله منطيني شيء يعني خاص بي. ايش بدريك الله ايش منطيني؟ اللي عندك كشف خليه يكشف عليه، تمام؟ الله منطيني، يعني مو بدايه اني، يعني مو مثلا انا اقول يا ناس يا عالم انا احسن منكم، لا. رب العالمين شال هاي قال هاك اياها هاي الك، وشال وحده تشبهها بس غير لون غير فاكهه، مثلا انطاها للسيد الفلاني، انطى فاكهه ثانيه اكبر مثلا للسيد الفلاني، انطى فاكهه بعد اكبر للشيخ الفلاني مثلا، تمام؟ فاني واحد من هذول اللي رب العالمين انطاهم هاي الفاكهه، ففاكهتي تفرق عن فاكهه فلان. فانت من تروح تاكل فاكهه من فلان تجي من فاكهه فلان يضيع الطعم بحلقك فوتيه. واضح؟ بعد ما اقدر اوضح اكثر من هذا الشيء، ممنوع اوضح اكثر من هذا الشيء. اهل العقول الكبيره توضح لهم العقول الثانيه، مع احتراماتي بيناتكم قاعد يسولفوا. فاللي يجيني ما يتبع اي مدرسه، لان انا هم عندي فاكهه مثل فاكهه فلان وعلان، تمام؟ واللي ما يجرب خليه يجرب، تمام؟ اللي ما يعني يحب يجرب، النار مثل تلزمها تشويك. شلون تعرف عندي فاكهه؟ روح على عتاد، تعرف شنو عتاد السحره؟ راوي صورتي يقول له اشتغل عليه. من تلقي ماكو نتيجه وعلى غيري اكو نتيجه، افتهم رب العالمين ايش منطي هذا؟ شنو نوع الحصانه؟ مو التحصين، الحصانه. شنو نوع الحصانه الموجوده عند هذا الشخص اللي هذا محى ذاكره فلان ما قدر يمحي ذاكره فلان. التموا 10 يمحون ذاكره فلان ما قدروا، واحد منهم محى ذاكره فلان. زين؟ فهاي تدبروا بيها ومن تشتغلون بيها وتفكرون بيها. من تجيني مفرمت. السبب تجيني مفرمت لانه دروسي ثقيله. انت مكمل دراسه مضيع، عمرك 25 سنه، انا عندي هي ما لازم اول شهر. فمشكله كبيره يعني. تدري شو المشكله الكبيره؟
احنا عندنا بنقرا لوحه العارف بالله الفلاني الفلاني، يعني هذا اول درس بالاسلام. انت تعرف رب العالمين، تعرف نفسك، تعرف رب العالمين. يعني انا اليوم اريد اسجل دوره يم سيد مصطفى، يم الشيخ ابو حيدر، تمام؟ من اجي اريد اسجل دوره، اروح اسال على هذا الشيخ، هذا الشيخ منين، شنو صنفه، ايش يهدف، شريعته، مذهبه منين، شريعته منين، خلينا نقول. يقول لك هذا يقلد الامام الفلاني، يتبع الامام الفلاني، يعتقد بالامام المهدي عجل الله فرجه انه هو حي مميت ولا راح يولد، ينتظر ظهوره، تمام؟ يؤمن بما تؤمن به المدرسه الجعفريه، تمام؟ يؤمن بامور العقائديه والفقهيه بالمذهب الجعفري، تمام؟ علما يقلد هنا علما يعشق السيد محمد الصدر، تمام؟ فهنا من تجي تسال عليه، هاي اول تعارف. انت بلا امثله تضرب بلا تقاس، هو هذا العرفان اول شيء معرفه الله. هاي اول شيء. احنا شنو عندنا؟ ورا 60 سنه نصير عرفاء. وين كنا؟ وين جينا؟ حيقول لي لا، مو هاي المعرفه تفرق عن هاي المعرفه. لا لا لا، احنا عندنا معرفه نشارحها اول ابتدائي، تمام؟ وانت من تجيني 25 سنه مضيع عمرك وعقلك مليان بالمقابر، زين؟ عقلك مليان بسبحتك ومقابل قبر فلان وعلان وتجر ورد قدام القبر وتسوي هيك، ما يشتغل يعني. روح انت والمقابر، خلي القبر يفيدك، تمام؟ عندنا ائمه معصومه، تمام؟ وزياره الائمه المعصومه واجبه مو مستحبه انا عندي، تمام؟ من شعائر الدين، ائمتنا من شعائر الدين، تمام؟ زياره الاحباء وقراءه الفواتح، كل مشكله ماكو. بس من تقول لي اليوم راح اروح على قبر السيد فلان اخذ منه طاقه واخذ منه مدد، تمام؟ واريد يعطيني روحانيه، هذا الشيء لا تجي بيه ولا تسولف فيه، لا تسولف وياي، لانه مدرستي تفرق عن هذا الشيء. انا عندي مدرسه خاصه بي محصوره بين قوسين وسهله وبسيطه، والعرفان بيها انه هو اول درس العرفان، اول درس اول ابتدائي. ما بعد العرفان الربانيات، اللي حتقول شنو فرق العرفان عن الربانيات؟ العرفان انه انت تعرف اكو امور تعرفها بها مراحل مشاهده ومكاشفه، وبعدها تدخل بعالم النور. عالم النور اللي هو اعلى من المشاهدات والمكاشفات والمقامات، فهذا عالم النور عالم عجيب غريب، ومن تطلع عليه مره بعد تكره الدنيا وما بيها، هاي تكره الحياه الاجتماعيه مالتك، تقول بعد ما يرجع هاي الدنيا، تقوم تتنازل. اذا عندك بيت ممكن تسجله باسم اي واحد تريد، اذا طبيت العالم النور وطلع الصاحي. يعني عالم مخيف، وبعدين نسولف فيه. طبعا موضوعنا شيق، والله موضوعنا شيق، وطبعا اسوي لكم حافز الى الدروس اللي بيه، دروس خفيفه طيبه. الاسلام سلم، يسر، سهل، مو صعب، والله ماكو شيء صعب. بس شغله تدري، انتم عندكم عدو، شويه ركزوا وياي، عندكم عدو. انتم تعرفون الاسلام صح حلو، الله يحفظكم، الاسلام كلش حلو وسهل، لكن شايف مرات اكو واحد يفتح عقده سهله بس اللاخ ينق براسه، ينغص عليه، يكرهه بليلته بيومه بساعته، تمام؟ هي بس هي عقده سهله يفكها، بس هذا اللي بصفه كره يومه كله، بعد ما عنده مشتهي يتريق ولا يتغدى ولا يتعشى من كثر النق اللي عليه. فهو هذا الشيطان. الاسلام جميل وحلو وراقي وبسيط كلش بسيط، يعني بسيط كلش بسيط. الاسلام كلش حلو، بس عندنا واحد الله طارده مو محترم، فهذا شو يسوي؟ ينغص عليك كل لحظه جميله، ينغص عليك كل فرحه، كل سعاده، يعظم لك الاشياء، تاكل يعظم الاشياء عليك. الحبايه يسويها كبايه، يعني ذنب صغير تستغفر الله به سبحانه وتعالى، اشكرك، زين؟ ذنب صغير يسوي لك اياه ذنب كبير يخليك تعيس، تقوم تسوي ذنوب اكبر بعد، تمام؟
واجب الملعون هذا يعظم الاشياء عليك ويعيسك من رحمه الله كما هو ابلأس من رحمه الله ويأس. زين، فاحنا اللي نقوله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابو عبد الله. زين، طبعا يراسلوني وانا عندنا بث. زين اخواني، العزة لله جميعا. احسنتم احسنتم، بارك الله بكم، احسنتم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخواني، الناس جاي تدرس الروحانيات، الناس اللي جاي تدرس الروحانيات انصحها نصيحتين. اخواني، الجن مخلوق غريب يحتاج لرعاية من شيخ، يحتاج لشخص يعني يكون تدري شنو هذا الشخص؟ هذا الشخص يكون لازم فوقه جلاد عنده هذا الصوت، حتى من يطلع من طاعة جلده. شنو هذا الشيخ؟ لازم يكون طبقة عليا، يعني الشيخ لازم يكون في طبقة عليا جدا، يلا يخلي تلميذه يستخدم الجن. وممكن هاي اذا طلب التلميذ، يعني الحاح التلميذ على الشيخ، بس اما اذا التلميذ عاف الشيخ على راحته، مثل النفخه تجي نفحه، كل ما يملك الشيخ هو يملك التلميذ بالمحبه. يعني بدل ما يدرس سنين ويتعب، الشيخ يصير هو الشيخ بس بدون دراسه وتعب. بس هاي مراحل يكون روحه تمتزج بالمحبه ويا الشيخ. انت منها تحب الشيخ وتمتزج روحك به امتزاج صحيح، مو مثل امتزاج التصوف، عبوديه. بعض التصوف فيه عبوديه، احنا ما نريد هذا الشيء. الله يحفظكم. زين اخواني، انا المكتب ما تيسن فتح اخواني، اللي يريد يجي خليه يجي. تمام، حياك الله اخويا بمختلف الدراجي، حياك، مشتاقين. فهو اخواني انا ما اطيع عليكم، هذا البث راح ابقي يعني ما راح امسحه. راح اشرح لكم ماده بسيطه وصغيره جدا، بس نفحها ونفحاتها كبيره عند الله. يعني طبعا صراحه عند الله كبيره، وانا واثق كبيره. تدري شنو السبب؟ لانه الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر عامل منكم من ذكر او انثى. اشرح لكم على التواصل الروحاني مع الارواح ومع الجان ومع الاشباح ومع الاشخاص الجوهريه، وبعدين يصعد إلى مرتبة الجان العلوي اللي هو الكروبي والشاهاني وإلى آخره من المراتب. طبعا أنصح جميع الأخوة أنصحهم بعدم التقرب من الجن السفلي نهائيا. طبعا هو الجن ترى واحد، يفرق بس بالدين. هاي معلومة أخذوها من عندي لكم. تمام، احنا عندنا مخلوقات على الأرض، احنا عندنا مخلوقات على الأرض، الجن من ضمن المخلوقات على الأرض. تمام، عندنا دجاجة تمشي على رجليها وديج شايفيه والباط صحيح، وعندنا نفسه الوز هذا المسافر، هذا الطيار يطير السرب شايفيه. تمام، فهو الجن مخلوق صنف تبعها بطة، خلينا نقول تمشي على رجلياتها، بس اكو يشبهها بس تطير سرب مسافر شايفيه. فهو الجن كذلك اكو منه الطيار ومنه الغواص. واضح شلون؟ احنا عندنا مخلوقات برمائيه، مثلا التمساح يقدر يطلع على البر ويقدر يدخل الشط. السلحفات يعني الرفش وغير الرفش تجيب المي. الباب سدها، بلا زحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين، مثلا هذني المخلوقات السلحفات ولا غيرها والتمساح
فهو يكون برمائي، يمكن يطب المي ويطلع. فهو الجن اقسامه هيك شيء متشابهات يعني شرحت لكم انا زين، شرحت لكم هذا الشيء. فهو الجن والتواصل مع الجن الا بحضرة الشيخ، بس مو شيخ عادي قاري له طمطم الهندي. ثواني وارجع لكم.